الفنانة زوزو ماضي اتحبست في قضية أخلاقية وفرقت الحياة بسبب انحراف ابنتها وسمعتها السيئة. عندها مأساة في حياتها. الفنانة زوزو ماضي من مواليد بني سويف من أصل لبناني في 14 ديسمبر 1914. اسمها فتنة داوود سليمان أبو ماضي، والوفاة في 9 إبريل 1982 عن عمر 68 سنة. أسرة ثرية ميسورة الحال، عرفها الجمهور في أدوار الشر وحاصرها المخرجين والمنتجين في أدوار المرأة الأرستقراطية أو السيدة التي تسعى لخراب البيوت وخطف الرجالة. درست الفنانة زوزو ماضي في مدارس الفرنسيسكان، وأحضر لها أبوها اللي توفى ليه 5 أبناء قبلها مربية سويسرية علمتها اللغات الإنجليزية والموسيقى والأدب والعزف على البيانو. الفنانة زوزو ماضي من أسرة راقية مسيحية من عائلة أبو ماضي، كان أبوها يعمل في تجارة الأقطان. زوجت في سن صغيرة جدا من ابن عمها ولم تكن تحبه، ولكن اتجوزت بعد إصرار والدها، ولهذا وجدت نفسها وهي في سن 15 أم لطفلين أنطوان وإيفون، ومع ذلك لم تستطع الاستمرار في حياتها الزوجية وانفصلت في الخمسينات. واتجهت فتنة ماضي إلى القاهرة هاربة بعد أن فشلت كزوجة وأم وربة منزل، تاركة زوجها وأولادها تجري اختبار أعلن عنه محمد كريم لاختيار أخت لمحمد عبد الوهاب في فيلم يحيى الحب مع الفنانة ليلى مراد. وبالطبع اجتازت زوزو ماضي كافة الاختبارات، وكان هذا الفيلم بوابتها الفنية لتصبح فنانة زوزو ماضي. في عام 1938 قدمت أول أدوارها السينمائية، ثم التحقت بفرقة الشاعر خليل مطران، الفرقة القومية، ثم فرقة رمسيس. وقدمت أكثر من عرض مسرحي: أوديب ملكا، الست هدى، النائب العام، قطر الندى، والأستاذ كلينون، وراس بوتين أمام يوسف وهبي، وبنات الريف، لوكاندا الأنس، وكرسي الاعتراف، وبنت الهوى، الطريق المسدود، ونرجس. وفي عام 1955 التقت في إحدى السهرات الفنية برجل أعمال اسمه كمال عبد العزيز، وبعد 10 أيام من لقائهم ومعرفتها بيه اتجوزوا. بعد 9 شهور بس من جوازهم تم القبض عليه وعليها أيضا، وقالوا ان في عصابة لتجارة وتهريب المخدرات. حصل ده بعد 9 شهور بس من الجواز، ودخلت زوزو ماضي السجن الاحتياطي. بدأت المحكمة في توجيه التهم إليهم، أفرج عنها في عام 1957. وبعد خروجها من السجن وقضت المحكمة على جوزها بالأشغال الشقة واتطلقت منه زوزو ماضي. شاركت الفنانة زوزو ماضي في الكثير من الأفلام زي فيلم داليدا، يوم من عمري، ميرامار، البحث عن الفضيحة، موعد على العشاء. عصروها المخرجين والمنتجين في دور المرأة اللعوب، خطفت الرجالة وخربت البيوت. ابنتها إيفون حصلت على لقب ملكة جمال وعملت في الفن فترة، ثم تركته لتصبح أشهر مصممي الأزياء. في عدد من مجلة الكواكب سنة 1953 في شهر إبريل كتبت الفنانة زوزو ماضي مقال تحت عنوان إيفون ليس ابنتي بل شقيقتي، إنها تولت رعايتها بعد وفاة والدتها، وكانت الطفلة إيفون تناديها ماما. ونشأت إيفون وهي تعتقد أنها أمها. شاركت إيفون في فيلم بيومة فندي، ولم تحقق النجاح ولم يلتفت لها نظر المخرجين والمنتجين. واشتغلت بعد كده إيفون في التفصيل وتصميم الملابس اللي نجحت فيهم نجاح كبير وحققت شهرة كبيرة.